بعد سنوات متتالية من النمو والمؤشرات القوية أبقته ثاني قطاع اقتصادي في البلاد بعد قطاع المحروقات، وصل القطاع الفلاحي سنة 2025 وتيرة النمو لتكون هذه السنة المنقضية سنة لتعزيز المكاسب المحققة والرفع بالقطاع إلى مستوى أعلى من العصرنة وإدراج التكنولوجيا. بالنسبة للأرقام القوية في 2025 هو أنه من المنتظر خلال نهاية السنة هذه نوصل إلى رقم، يعني قيمة المنتوج اللي كانت تتمحور حول 34 مليار دولار خلال السنوات الماضية 2024 بالضبط. السنة هذه ننتظر أن يصل الرقم هذا إلى معدل يقارب 37 مليار دولار خلال هذه السنة. المواطن الآن لما يجي يتوجه للسوق يلقى مختلف المنتوجات الفلاحية، وبحيث أنه ظهر خلال السنة هذه وحتى بالسنة الماضية فائض في كثير من المنتوجات الفلاحية. تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سنة 2025 كانت سنة مفصلية لتطهير وضعية العقار الفلاحي بشكل نهائي والتأسيس لمرحلة جديدة قائمة على أساس الاستقرار وتأمين المنتجين واستثماراتهم الفلاحية. خلال السنوات الأخيرة هذه تم إصدار تعليماتين رئيسيتين متعلقة بتسوية العقار العالق الناس المستغلين بدون وثيق، بالإضافة إلى خلال فقط 2 جوان 2025 هذا تم إصدار عدة تعليمات فيما يتعلق بعقد. طبعا العقار الفلاحي مهم جدا بالنسبة للمستثمرين لأنه سيت اون مانيير دو سيكوريزي فونسيرمون، يعني المنتجين الفلاحيين. تعزيز نمو القطاع الفلاحي على المدى المتوسط والبعيد مرهون بإدراج الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في النشاط الفلاحي. سنة 2025 تميزت بتنظيم المؤتمر الوطني لعصرنة القطاع الفلاحي، حدث هام رسم أبعاد مرحلة جديدة قائمة على العصرنة، الرقمنة والتكنولوجيا. هذا الشباب حاملي الشهادات حاملي المشاريع عن طريق الستارت اب وما شابه، ضروري ادماجهم في قطاع الفلاحه حتى يستفيد منهم القطاع في عصر العصرنه، في العصرنه نتاعو. قطاع الفلاحه الان اظهر قدرات، هذه القدرات في حاجه الى ادخال عصرنه عليها وادخال بالذات تكنولوجيا الرقمنه حتى يتمكن من تحسين اداؤه كما ونوعا. التوقعات بنهاية سنة 2025 تنبئ بإبقاء القطاع الفلاحي في الجزائر في صدارة المشهد الاقتصادي الوطني كأهم قطاع تشد إليه الأنظار للاستثمار والشراكة المحلية والأجنبية. الملاحظون يتوقعون أيضا تواصل هذا النمو بشكل تصاعدي على مدى السنوات الخمس المقبلة، نمو مؤسس على القواعد الصلبة التي انبنت عليها إصلاحات الفلاحة الجزائرية قبل أزيد